الفقرة المميزة فقرة العروض. ازيكم حبايب قلب القرد بيسو، وحشتوني قوي. من عنوان الحلقه هتقولي لما هي حلقه ملهاش لازمه بتعملها ليه؟ اقول لك هي فعلا الحاجه اللي هتكلم عليها موضوع ملهوش اي 60 لازمه في الحياه. بس بالنسبه لمصر اليوم المواضيع اللي ملهاش لازمه دي هم بيهتموا بيها قوي، علشان هم عالم اصلا ملهمش لازمه. الحلقه مليانه مفاجآت. معانا هتشوف اللي عمرك ما شفت، معانا هتشوف ان ممكن بحاجه هايفه قوي تبقى ترند، بس ده لو عازت الصحف والقنوات المصريه. اتفرج على الحلقه اللي ملهاش لازمه دي هتفهم حاجات كتير قوي في الدنيا فايتاك. يلا بسرعه انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، ومش هقول لك الكومنت لانك كده كده هتعمل كومنت هتشتم فيه كل اللي انا هعرضه في الحلقه بما فيهم انا كمان. يلا بينا. ازيكم مرة تانية. تخيل كده تبقى تافه وهايف وملكش اي لازمة في الحياة، وتلاقي ناس عملتك فيمس مشهور، وتلاقي المصري اليوم بنفسه وغيرهم جايبينك ضيف عندهم، في ظل ما في ناس دكاترة ومبتكرين ومخترعين في مصر حضرتك ما تعرفش عنهم حاجة خالص. لو سألت عيل صغير ماشي في الشارع وقلت له بهوايا هيرد عليك يقول لك انت قاعدة معايا. لكن لو سألت نفس العيل مين احمد زويل او اي عالم مثلا هتبص هتلاقيه فتح بقه كده وهيحسبوا عم امين البقال اللي تحت بيتهم. فطبعا مصر اليوم فيهم ناس مثقفه، ناس بتفهم على درايه، فلما تستضيف حد اكيد هيبقى على الفلايه. ايوه بص على العنوان ده، العنوان لوحده جريمه. بيقول لك صاحب اطول شعر في مصر بيصرف عليه 1500 جنيه شهريا، ساب المدرسه علشان يربيه، ومش هيتجوز لو خطيبته رفض، وبينام وبيستحمى بطريقه عجيبه. ومن عندي بقى انا القرد بيسو احب اقول لك انظر وقل سبحان الله. تحس من العنوان واصرارهم ان هم يجيبوا النماذج دي انهم عايزين يطلعوا الجيل اللي جاي كله جيل هايل، ولا يعرف دين ولا تعليم ولا اي بتنجان خالص. طيب نتفرج على الفيديو كده. فاحنا جبنا احمد معانا عشان نتكلم معاه ونفهم ايه الحكايه، هو ده شعره ولا مش شعره ولا ايه الموضوع وايه اللي هو عايز يعمله، خاصه انه فيديوهاته على السوشيال ميديا على بعض التطبيقات مثلا عامله 2 مليون و3 مليون مشاهده. اهلا بيك يا احمد. اهلا وسهلا. منورنا. بنورك. احمد مصطفى ولا احمد زبزوب؟ هي الشهرة احمد زبزوب، لكن اسمي الحقيقي احمد مصطفى، احمد مصطفى نصير محمد. ايه حكايه شعرك يا احمد؟ ايوه احكي لنا يا زبزوب الحكايه المهمه الجميله دي. ما هو اي حد بيجيب 2 3 مليون مشاهده لازم يحكي لنا قصه حياته. من 7 سنين بعمل استيارات، ببدل. يعني انا كنت عامله قبل كده كنيش كان كده، بعد كده ضفرته وعملته دريد، بعد كده عملت له اسطره صغيره، بعد كده عملت اسطره كبيره. ده وصلت له كده ازاي؟ ده وصلت له وانا 7 سنين، وانا عندي 7 سنين، ومهتم بيه غسيل، وبروح اغسله عند ناس حلاقين في المهندسين والزمالك بفلوس، يعني فوق 300 جنيه 500 جنيه. زبزوب بيقول انه بيروح الزمالك والمعادي وبيصرف مبالغ على شعره 300 جنيه، مع انه لو زبزوب ركز شويه هيلاقي اماكن اقل من كده بكتير في الفلوس. يعني مثلا حلاق الحمير زمان عارفه، اهو ده كان معاه مكنه تظبط لك شعرك وببلاش يا زوزو. كمل يا حبيبي. من وانت عندك 7 سنين، يعني من كام سنه؟ من 14 سنه؟ وانت 15 سنه كده. وانت سايب شعرك ما بتحلقوش؟ لا بس بهتم بيه، اللي هو عشان ما يربيش مثلا، ما يعفن، الكلام ده مهتم بيه. بس انت يعني رابط فيه حاجات صح ولا ايه؟ لا ايه ده شعرك؟ ده كله شعري، هو داخل بس بتضفر فيه، بيتضفر يعني فيه. زي نظام التضفير كده، هو بيبقى دريد، شعري بيبقى دريد. انا بعمله كنيش، في صوره ليا انا كنت عامله كنيش منزلها على الفيسبوك، هو كان كنيش قد كده، فانا بلمه بالقسطره وبفك عليه يتضفر. ايوه بس معلش عشان انا ابقى فاهم، اللي انا ماسكه ده كده ده شعر دي القسطره. اسمها ايه؟ القسطره جواها الشعر، قسطره. جواها شعر. قسطره، بس القسطره ستايل غريب في العالم، يعني محدش عامله في العالم. ماشي، يعني انت شعرك طويل فانت مكمله بحاجات تانية صح؟ انا شعري لغايه هنا كده مثلا. انت عبيط يا ابني، عمال يقول لك ده شعرك تقول له اه، وفي الاخر طلعت حاطط جواه حاجات عشان يطلع بالمنظر ده. انت هبل يا حبيبي. كمل يا زوزو، كمل يا بابا. محدش عامله في العالم، محدش يعرف يعمله ولا حد. ايوه انا جامد يا عم المذيع، محدش يعرف يعملها زيي في العالم ده كله. انا نبغه، انا جامد قوي، انا مفيش مني 2 على الكوكب. انا بياخدوا مني الامن خام. عارف يعني ايه خام؟ انا اللي بنزل الموضه والفنانين بيمشوا يقلدوني. انت ما تعرفنيش يا عم المذيع. يعني عايزك تشيله كده بس توريه للناس ايه. طيب يعني انت ابني حياتك بتعيشها ازاي؟ وليه انت حاسس انه انت محتاج تعمل ده؟ حاجه من ده عشان انا هوايتي من زمان وانا كده الشعر، يعني عندنا في المنطقه متعودين عليا على كده، كل مفاجاه باجي لهم مفاجآت، ولما باجي انام بحطه زي ما انت شايف كده مثلا. بتعمل ازاي؟ لا شرح. بفرده كده مثلا المخده اهي، وانا بفرده كده على المخده بالطول. تفرده جنبك على المخده؟ واروح بقى واجي عادي، ما يروحش ويجي معايا، انا فرده خلاص على المخده. ممكن اروح ازقه زقه كده مثلا. دراستك؟ الدراسه انا سبتها من وانا عندي سنه 5، من وانا سنه 5 ما كملت. بس كملت بقى منازل، كملت منازل اللي هو بروح في الامتحانات وكده برضو ايه
ايه ربنا ما وفقش فما كملتش بقى. ابتديت بقى دخلت السوشيال ميديا وكده، ابتديت اعمل فيديوهات على تيك توك وعلى لايك كده، يعني الفيديوهات جابت كميه مشاهدات جامده. انت قلت لي قبل ما نبدا تصوير انك ما كملتش وكان جزء من الاسباب شعرك. ايوه ما صح؟ كملتش عشان ليه شعري، بقى؟ قالوا لي لازم تحلق شعرك. وبعدين قلت لهم لا. فقررت تسيب الدراسه عشان ما تحلقش شعرك. يا فرحة تيتا بيك جدع يلا. ابتديت بقى اخش طب السوشيال انت ميديا. دلوقتي يعني حاسس انه دي كانت خطوه صح ولا بتقول لا؟ لا خطوه صح، دورت في حاجات كتيره. خطوه صح انك سبت المدرسه عشان ربي شعرك. انا في منازل، كملت وانا دلوقتي دراسة في منازل. منازل. كملت فين؟ منازل، بروح في الامتحانات ومثلا بروح اخد دروس في جوامع ولا. يعني انت ما سبتش الدراسه خالص، انت كملت دراستك منازل بنظام كملت المنازل. منازل بس. ووصلت لحد ايه؟ وصلت مثلا لسنه 6. بس يعني كملت سنه واحده من 5 ل 7. بالعافيه، ولا انا مش مهتم قوي، ما خلاص بقى انا الحاجه دي خلاص بقى بالنسبه لي انا ملهاش فايده. وانا هعمل ايه لما اخد مثلا الشهاده؟ هعمل بقى ايه؟ مش هعمل بقى حاجه، اهتم بقى بشغلي. بطلع بقى لايفات مثلا على برامج على النت وكده، برامج زي البيجو لايف، لايكي، التيك توك. يعني مثلا لما كنت باخد مثلا من برنامج مثلا اخد في الشهر مثلا بتاع 6000 7000، اروح اصرف نصهم مثلا 4000 جنيه. ايه 6000 ولا انت وهو يالا؟ ده بياخد 6000 جنيه ولا مدارس ولا نيله، ده خارج من ثالثه ابتدائي وبياخد 6000 جنيه في عز ما الدكتور بيدرس 18 سنه وبياخد بدل عدو. احيه في كتير عاملين كده ولا انت؟ لا مفيش حد يعرف يعمل الستايل ده اللي انا عامله، ولا حد يعرف يمشي بيه، ولا حد يعرف يروح بيه في اي حته في العالم. شايفين الثقة؟ محدش يعرف ولا هيعرف في العالم. ايه ده الجبروت ده؟ ايه؟ مخترع الذرة في شعرك؟ انت الوحيد اللي عندك فروة شعر واحنا عندنا مثلا فروة شعر. انت فاكر انك موجود بجد واخترعت حاجة بجد؟ طيب المصري اليوم هايف، انت صدقت نفسك؟ طب خش شوف التعليقات اللي جاية على الفيديو ده، شوف كمية الناس اللي بتتريق عليك في قلب الفيديو اللي انت ظاهر فيه، وما تقوليش والنبي لو مالكش حاقدين ما تبقاش ناجح، عشان اللي انت فيه ده مش نجاح اصلا، عشان الناس دي مش بيحقدوا عليك، دول قرفانين منك. وبعدين مين قالك ان مفيش زيك في العالم؟ انت قلتها مره وانا عديت لك الكلام وبمزاجي، لكن تقول تاني يبقى الكذب ده ما يتسكتش عليه ابدا. ما تيجي نشوف. ما طلع فيها اهو يالا. كذاب قوي يا كذاب يا كذاب. استحمى ازاي؟ باجي بستحمى مثلا بغسله كده من فوق، بغسله من فوق كده كل 3 ايام، بغسل دماغي دي كده من فوق كده، الجزء ده كده لوحده، وببقى طبعا فاكك شعري كده اهو، ببقى بغسله كده الجزء ده لوحده. بعد كده ببتدي بقى اغسل الجزء اللي تحت ده كله، عشان طبعا بيعبي ميه، بيبقى زي النظام اللي انت مالي برميل، تبقى كميه الميه فيه كتير قوي بيغرق الشقه عندي. ما حدش عندك في البيت متضايق او قال لك لا شيله؟ او انا مش عايز اقول لك احلقه لان انا عارف ان هو يعني مش بيغرق الشقه. لا تعليق. وبعدين يحلق ايه اذا كان ده مصدر رزقه اصلا؟ ده بيجيب له 6000 جنيه في الشهر في اللي بيسميه شغله اللي هو ده. فيديوهات لايف بعمل، مهرجانات بعمل، كليبات بعمل، رقص وبرقصكم، غنى وبغنيكم، ورب يكون ميزنا بميزه. وانت اطول شعر في العالم واطول شعر في الدنيا كلها احمد زرزور اهو. لما بتدعوا لكم عشان اوريكم اطول شعر في العالم اهو، مفيش حد زيه اهو. بص بقى اسال امك او اسال ابوك قول لهم مين اطول شعر في مصر واطول شعر في العالم، هيقولوا لك احمد زرزور. انت عبيط ولا ايه 2000 خصله 2000 خصله، انت ما تجيش حاجه جنبي. مصر كلها تشوف الفيديو ده يا جدعان. ولا مش شايفكم انتوا فين احمد زرزور ابو 2000 يا ابن العبيطه، انت ما تجيش حاجه جنبي. بص 2000 خصله جايكم الجديد عشان الجديد شديد، اطول شعر في مصر وفي العالم، ولا ريحه ومرجحه ولوزعه تفسحها باللي شفافك عشان مش شايفك. مش شايفكم انتوا فين؟ زرزور ابو 2000 اطول شعر في مصر 3000 ولا 2000 خصله مش حد زيه ولا في العالم ولا في مصر. يا ربنا يا جدعان اطول شعر في الدنيا دي كلها، لو لفتوا الدنيا دي كلها مش هتلاقوا شعري زي شعري. 2000 خصله يا جدعان، احمد زرزور رقم 1، ريحه ومرجحه ولوزعه تفسحها، اطول شعر في الدنيا دي كلها احمد زرزور رقم 1 في مصر. هو ده بقى الفيمس اللي المصري اليوم ضيعت وقتها ووقت جمهورها مع الكائن ده. طبعا مع الاسفاف اللي بيقدمه المصري اليوم لازم يكون في غيره، فيطلع علينا صدى البلد بالمقابله المهمه دي. مساء الخير على متابعينا عبر موقع صدى البلد. النهارده معانا احمد علاء شبيه محمد رمضان. علاء احمد. ستوب يا ابني، يعني انت جايب واحد تعمل معاه حوار ومش عارف اسمه اصلا؟ انت عبيط يا ابني بجد، انت عبيط الله يحرقكم. كمل يا ابني. ونحب ان نعرف قصتك بقى، ازاي شفت الشبه بينك وبين محمد
محمد رمضان من امتى؟ عارف يا بابا لما مد بوز امه لقدام كده زي محمد رمضان ولبس النضاره بتاعت العمي دول وقف يتقمص دور رمضان عادي يعني. ايه الاسئله التقليديه دي؟ وبعدين ما ايه يعني شبه محمد رمضان؟ فين الاعجاز في كده؟ مش فاهم انا. المفروض تستضيف امه مثلا، هي صاحبه الانجاز في ده مش هو. لا بس الواد متقمص قوي. شوف التناكه يا واد، شايف الواد قاعد عمال يلف بالكرسي ازاي، وزعلانين من اللي محمد رمضان بيعمله فينا. اذا كان شبيهه بس عايش الدور قوي كده علينا، عايزين محمد رمضان يعمل فينا ايه؟ والله انا كنت مثلا بقعد مع اصحابي بلعب معاهم وبتاع. ستوب! ايه الصوت ده؟ يلا يعني انت قاعد بتلعب المرجيحه بالكرسي اللي عمر ابوك ما قعد عليه اصلا، ومفروض قوي قوي ومتنك كده، وقلنا ماشي سيب الواد يلعب يقعد على الكرسي اهو نص ساعه وهيروح. لكن ايه الصوت ده يا ابني؟ انت عندك كام سنه يا حبيبي؟ انت لسه قاعد على البامبرز من يومين صح؟ اثبت انا عايزك بس تثبت. انا عايزك بس تثبت. حتى الراجل زهق منه، يعني هو جايب عيل صغير قاعد على كرسي عمال اثبت يا ابني بقى، اثبت يا ابني، زهقتنا الله يحرقك. انا مثلا بيبقى معايا مثلا التليفون ولا بتفرج على التلفزيون، بحب اتفرج مثلا على برامجه، افلام ومسلسلات، وبحب ان انا اتعلم منه مثلا حركة الحاجب. بعيد عن الاسئله اللي بيسالها المذيع المبتدئ ده، بس تعالى اقول لك يا واد تتعلم منه ايه؟ وحياه امك يا اخي تقول لي رمضان هيعلمك ايه؟ البلطجه يعني ولا الامثال البيض اللي بيقولها؟ عرفني رمضان بيعلم ايه؟ يمكن انتوا بتتفرجوا على رمضان غير اللي احنا بنتفرج عليه. بجد والله بجد يعني اتفرجوا كده رمضان بيعمل ايه؟ انت حياتك الطبيعيه بتبقى ماشيه ازاي يعني؟ حياتي ايه يالا؟ انت بتتعامل على انه فنان بجد؟ احنا هنهرج؟ شوفي بقعد مثلا اقعد مع اصحابي، بقعد مثلا معاهم في البيت، بقعد مثلا تحت قدام البيت كده بعمل مهزر وبتاع، اعمل فيديوهات الكلام ده بس. ادي طلع بيلعب مع العيال في الشارع وبيقعد على باب البيت وصايع وبيعمل فيديوهات يعرف الناس انه شبه محمد رمضان. ارتحت كده؟ يعني ده من وجهة نظرك انجاز؟ يعني ده لو جه يخطب بنتك هتقول له ايه؟ وانت يا حبيبي شغال ايه؟ فيرد يقول لك والله يا عم الحاج انا بقف اترقص قدام الكاميرا، ده غير ان انا اصلا شبه محمد رمضان. يعني بنتك هتتجوز محمد رمضان اوريجينال شبه الاصل كده؟ طب انت ايه اللي انت الحاجات اللي خدتها من شخصيه محمد رمضان من كتر فرجتك عليه؟ ايه طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. طب ماشي، ممكن تقلد لنا حاجه او تقلد ضحكته او مثلا او كده. وايه تاني وضحكته كده؟ ايه ده؟ هو ده محمد رمضان بالنسبه لك؟ يعني شخصيه رمضان كلها تكمن في ترقيص حواجبه؟ يعني اي حد بيعرف يعمل الحركه دي يبقى فنان ويمثل عادي؟ جو صفيناز اللي في حواجب محمد رمضان اللي بيفضل يعملها لنا في كل الافلام ده طلع موهبه والله؟ حلو والله. في حد لما انت اتشهرت على السوشيال ميديا حد طلبك تطلع في حاجه، تظهر في حاجه، ولا ايه اللي انت؟ كتير بس كده عظمه قوي قوي قوي. مستنيين ايه من موقع القناه بتاعته نجمها الاول الاعلامي الفنان احمد موسى ربنا يرحمه. تعالوا بقى اوريكم الفن بتاع شبيه رمضان. عقل اتخدر وشي مزنهر حاسس بحر انا مضطر اني اشمر نكمل عشانكم انا وكل الشهامه مبدئي ايوه وهقول هتلاقي هنا هيبقى اقول مش التليفون مهما ادور مش هتلاقي حد هنا جوه كائن انت لو قابلت صاحبك التواضع في الحياه فعلا مبدأنا استنى علينا يا ابني لو مش مصدقنا جيب اهم تحت في بسرعه بدأنا ولا مره ابتدينا على حد واتجرأنا وعليا انا بالجبليه والناي جواها اربع عالميه وبتغلط وبعد ما شفتوه احكموا انتوا بقى. لما دول يبقوا معاهم الفلوس والنفوذ هما وبتوع الطموح بتوع الكوره، يبقى نتعلم ليه ونتعب ليه؟ الموضوع محتاج كاميرا وموبايل وشويه جراءه على شويه قله ادب وكلام سرسجيه ومياصه وتشوف لك فنان يكون شبهك او غني شعبي بس كده. عرفت الموضوع سهل ازاي؟ عرفت ليه ملهاش لازمه؟ عرفت انها جابت القاع خلاص؟ عرفت ان مفيش ادنى من اللي احنا فيه دلوقتي وان كده خلاص بح. يلا اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، ما تنساش تنزل بالتتر يا خليفه. يلا سلام. What?